النادي الاهلي بيخسر من انبي 1-0 في كأس الرابطة وسط أداء متراجع من بعض اللاعيبة اللي عليها علامة استفهام كبيرة جدا 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 حول تواجدهم في النادي الأهلي. في لاعيبة موجودة من وجهة نظرنا كلنا الناس دي لا تستحق ارتداء تيشيرت النادي الأهلي، وأنا مبسوط إن يستروب هو اللي ماسك الفريق، مش جايب حد من المساعدين هو اللي يدرب في خلال كأس الرابطة عشان بعينه يقدر يقول لك لا الناس دي أنا مش محتاجها حرفيا، وممكن 3-4 أسامي دول ممكن يبقوا موجودين لكن الباقي هقول لهم شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ حلقه جديده من برنامج صباحي الملاعب. النهارده باذن الله جايين نتكلم عن ماتش الاهلي وانبي في كاس الرابطه اللي انتهى بفوز فريق انبي على النادي الاهلي بهدف مقابل لا شيء من ركله الجزاء في الدقيقه 29. وقبل ما نخش كده في التفاصيل بتاعه اللقاء ما تنساش يا صاحبي تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل لي زر الجرس، عايزين نوصل الفيديو لاكبر عدد ما يمكن من اللايكات، دعمني فضلا وليس امرا. ما تنساش قبل ما نخش في الكلام كده عايزين نصلي على النبي وندعي لاخواتنا في السودان وفلسطين وندعي لاهلنا في مصر هنا ان دايما يعني نكون في امن وامان دايما باذن الله تعالى. النهارده الاهلي خسر من انبي 1-0 وسط اداء متراجع من كل اللعيبه حرفيا من وجهه نظري. اصل السكواد اللي بيلعب ده مش اقول لك ان النادي الاهلي بيلعب بالناشئين، دول مش ناشئين، دول الدكه اللي موجوده عند النادي الاهلي. اصل انت لما تتكلم على عمر كمال عبد الواحد ده الباك اليمين بتاع محمد هاني البديل بتاعه، لما تيجي تتكلم على محمد شكري ده الباك اليمين، الباك الشمال اللي هو البديل بتاع كوكا اللي هو بيلعب في نص الملعب، انت متخيل معايا؟ لما تيجي تتكلم مثلا على حارس المرمى انت عندك الحارس الثالث محمد سيحه المفروض يلعب، انت وارد لو الشناوي اتصاب مين اللي هيلعب اساسي؟ مصطفى الشوبير. طب مصطفى الشوبير هيبقى البديل بتاعه سيحه، طب سيحه ده لازم يكون قوي؟ مش عارف. قلبين الدفاع احمد رمضان بيكم والعش بدأوا اللقاء النهارده. فين احمد رمضان بيكم؟ فين العش؟ مش عارف. ثالث نص الملعب ديانج وكوكا ورضا، دول لعيبه في النادي الاهلي، بنشوفه في النادي الاهلي. قدام طاهر وجراديشار ومحمد عبد الله، الناس دي كلها بتلعب في النادي الاهلي، يعني دول مش ناشئين. يعني لما اجي اتكلم او اجي انتقد الفريق دوت انا كده ما بنتقدش حد ناشئ مثلا اقول لك لا دي اللعيبه لسه قدامها فرصه ولسه بيقولوا بسم الله الرحمن الرحيم ولسه النادي الاهلي بيجربهم، لا انا جاي انتقد وجاي اتكلم عن الناس دول البدلاء اللي على الدكه للنادي الاهلي اللي هم الاساسيين. اللي هم مين يعني الاساسيين؟ محمد هاني ناحيه اليمين، ياسر ابراهيم، ياسين مرعي، كوكا، الشناوي وشوبير. نص الملعب عندك مروان عطيه اللي هو مش موجود، امام عاشور، بن رمضان، قدام بقى زيزو وتريزيجيه وبن شرقي، محمد شريف اللي هو اصلا مش بيعرفش يلعب كوره. فانت بتتكلم الناس اللي موجوده ديت انت بتلعب بجراديشار وديانج، اتنين دول محترفين اسمهم عندنا في النادي الاهلي محترفين، ومعاهم اشرف داري. انا من وجهه نظري شايف كفايه قوي قوي على اشرف داري وكفايه قوي 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 على جراديشار لحد اللحظه دي. الناس دي طبيعي تمشي في يناير، طبيعي. هقول لك التشكيله كده النهارده انا قلتها بس هقولها لك تاني في السريع. حراسه المرمى محمد سيحه، وعلى اليمين عمر كمال، وعلى الشمال محمد شكري. قلبين دفاع احمد رمضان بيكا ومصطفى العش. هدف نص ملعب كوكا وديانج ورضا. ثلاثه قدام محمد عبد الله، وعلى الشمال طاهر محمد طاهر، وفي الامام جراديشار اللي انا من وجهه نظري لازم يرحل على النادي الاهلي في اسرع وقت ممكن. يجي له عرض يبيع، مش اعاره، لازم يتباع يعني، خلاص كفايه عليك لحد كده، بيعه. يعني لو انت مش عارف تبيع جراديشار يبقى انت عندك مشكله في اداره النادي الاهلي، انت عندك فيه مشكله. لو انت مش عارف تبيع اشرف داري يبقى انت عندك فيه مشكله. الناس دي حرفيا لازم يكونوا خلاص يعني نقول لهم كده تحيات الشكر انتوا نورتونا حرفيا. اللي بيلعبوا دول كلهم لبس او تيشيرت النادي الاهلي تقيل عليهم حرفيا. عمر كمال تيشيرت النادي الاهلي كبير عليه. عمر كمال قبل ما يجي الاهلي كان متالق مع سيراميكا وكان متالق مع النادي المصري، حلو. جه الاهلي ما بيلعبش، مش متالق، مش عارف ياخد الانسجام بتاع النادي. مش عيب، مش عيب ان التيشيرت يكون كبير على اللاعب، عادي. لما احمد شيخ كان متالق مع مصر المقاصه وجه الاهلي ما ظهرش. احمد حمودي لما كان متالق مع سموحه وجه النادي الاهلي ما تالقش. في لعيبه بتيجي في النادي الاهلي ما بتتالقش، مش عيب ولا حرام، ده لعيب مش انديه قمه، ده ما لعبش اهلي وزمالك، ما لعبش بيراميدز، ما لعبش مع الفرق اللي هي بتنافس على البطولات، مش يعني الجمهور او تيشيرت كبير على اللاعب ده. طيب احمد رمضان ديكم الاهلي بيجيبه كل سنه ويبيعه ويقعد 3 سنين ويرجعه بعديها سنه ويبيعه بعد كده، خلاص احمد رمضان ديكم مش مناسب للنادي الاهلي. مصطفى العش صفقه فاشله. مصطفى العش ليس بامكانيات لاعب يلعب في دوري الممتاز من وجهه نظري. ممكن كان مع زد كان متالق بس لما جه الاهلي عليه علامه استفهام كبيره. محمد شكري نفس الكلام. احنا ما عندناش باك شمال، النادي الاهلي بيلعب من غير باك شمال حرفيا. يعني النهارده المدرب كده يعمل تغييرات، بعد كده لما يعمل التغييرات يطلع شكري اول واحد ويلعب العش باك شمال وينزل اشرف داري يلعب سيرد باك جنب بيكهام، وبعد كده بعديها يطلع مصطفى العش ويجيب عمر كمال باك شمال وينزل ابراهيم الاسيوطي يلعب باك يمين. ايه يا عم انت فين امكانياتك هنا؟ يعني انت العش وشكري انتوا موجودين ليه في النادي الاهلي؟
نص الملعب احمد رضا، علامه استفهام، علامه استفهام كبيره على احمد رضا. كوكا بيلعب في النادي الاهلي ليه؟ يعني انا شايف ان كوكا في نص الملعب افضل من ان هو باك شمال من وجهه نظري. كوكا في نص الملعب قوي، كوكا على الشمال بلح. نيجي قدام طاهر، مش هقول خلاص، انت عارف انا هقول ايه. طاهر. طاهر، طاهر محمد طاهر، كومون ترابيل، جومابيل طاهر محمد طاهر، كومان سافا سافا بيا ميرسي ميرسي بكو ميرسي بكو. طاهر محمد طاهر، طاهر محمد طاهر لعيب محترم، طاهر محمد طاهر لعيب مجتهد، طاهر محمد طاهر لعيب مؤدب، طاهر محمد طاهر له كل الاحترام والتقدير. بس طاهر محمد طاهر امكانياته اقل من امكانيات النادي الاهلي بمراحل. النادي الاهلي يا جماعه عايز لعيب قدام يا جماعه مهاري، عايز لعيب ياخد الكره يقعد يعدي من الثاني والثالث. فين المهاريه يا جماعه اللي موجوده على النادي الاهلي؟ انت بره بتتفرج على باقي الفرق او بتتفرج على الانديه اللي بره، النادي الاهلي مش اقل منهم. فين اللاعب المهاري اللي بيكون موجود اللي هنا في المكان دوت يقعد يمرقص اثنين وثلاثه ويكون عنده الحلول ويقعد يمرقص لك؟ فين؟ انت عندك بن شرقي الوحيد اللي بيعمل الحركه دي، وبن شرقي لو في مدافع رخم مسكه بن شرقي ما بيظهرش. الاهلي اوقات كتير بيبان ملط قدام بعض الفرق، لولا القوه اللي عند النادي الاهلي والشراسه اللي الروح اللي بيقوي بيها الاهلي ما كانش هيكسب. التريزيجيه لو مش موجود هتعمل ايه؟ انت فاهم حاجه؟ فطاهر محمد طاهر لازم يرحل على النادي الاهلي كل احترام بقى، عادي، مش عيب، مش عيب. جراديشار ياخد اقرب طياره في يناير ويرجع بقى، هو من ما اعرفش من سلوفاكيا ولا منين، يمشي، يمشي خلاص، يروح يلعب هناك في الدوري السلوفاكي، شوف مين هيعرفه اصلا. محمد عبد الله ياخد وقت تاني، قدامه فرصه. 2005 لعيب صغير عنده 20 سنه، لازم يكون موجود مع النادي الاهلي، لازم ياخده بعض الوقت. طيب مين نزل على الدكه في دقيقه 58؟ نزل حمزه عبد الكريم واشرف داري بدل من محمد شكري واحمد رضا. حلو. حمزه عبد الكريم احسن من 100 مره من جردشار، احسن 100 مره من محمد شريف. حمزه عبد الكريم لاعب فنتاته بيتحرك كده بيقعد يلف بالكوره جميل، جسمه ما شاء الله عليه، هو امكانيات فرود عالمي. حمزه عبد الكريم فعلا نادي برشلونه عايزه. انا شايف ان حمزه عبد الكريم يقدر يحترف في نادي برشلونه عادي جدا. اللعيبه عندنا لعيب متميز. طيب نزل بعد كده في الدقيقه 75 الاسيوطي والشحات بدل العش ومحمد عبد الله. ابراهيم الاسيوطي ناحيه اليمين، الولد ده مجتهد جدا 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 وبديل محترم جدا جدا لمحمد هاني. يعني عمر كمال ده لازم يمشي، هو يبقى بديل محترم لمحمد هاني من وجهه نظري. الدقيقه 83 نزل عمر سيد معوض بدل ديانج. عمر سيد معوض ده يا جماعه وينج كبير قوي، وينج يمين كبير قوي قوي قوي، لاعب جته حلوه، امكانياته حلوه، البدني بتاعه عالي، فنتاته جميله، بيقعد يلف بالكره يمين وشمال وبيروح وعنده حلول، يلعب اساسي. محمد عبد الله، عمر سيد معوض، حمزه عبد الكريم، الثلاثه دول لازم يكونوا موجودين في القائمه الاساسيه للنادي الاهلي. الناس ديت هي الناس دي اللي تلعب بدل زيزو، الناس دي اللي تلعب بدل تريزيجيه، الناس دي اللي تلعب بدل بن شرقي. لما انت عايز تريح حد من دول، هم دول لازم ياخدوا الفرصه من وجهه نظري. طاهر محمد طاهر لا يريح خلاص، كفايه عليك يا طاهر. حسين الشحات خلاص، يعني انت لعيب كبير وعملت امكانيات مع النادي الاهلي، خدت معاه بطولات افريقيا وحققت معاه انجازات وخلاص. كبرت يا حسين الشحات، في كل فتره بترجع تتصاب. النهارده لما نزلت انت نازل في الدقيقه 75 ما عملتش اي حلول، ما شفناش حسين الشحات بيعمل اي حلول. مش عارفين تكسبوا ماتش، مش عارفين تكسبوا نادي انبي. كابتن حمزه الجمل عرف ينتصر النهارده على التشكيله اللي موجوده. التشكيله ديت تلعب اساسي في اي فريق تاني اساسي وممكن تكسب النادي الاهلي، لكن هم بتشيرت النادي الاهلي ما ينفعش، ما ينفعش. انت فاهم؟ خلاص في لعيبه لازم تمشي. عمر كمال عبد واحد كفايه، احمد رمضان بيكهام كفايه، مصطفى العش كفايه، شكري كفايه، رضا كفايه، كوكا كفايه، جراديشار كفايه، طاهر كفايه. 8 لعيبه كفايه عليهم ان هم موجودين، دول اللي كانوا اساس. طب اللي نزل اشرف داري كفايه، كفايه الشحات كفايه. 10 لعيبه من النادي الاهلي النهارده اللي لعبوا النهارده في اللقاء كفايه عليهم ان هم موجودين في النادي الاهلي لحد اللحظه دي. الناس دي لازم تتوكل على الله، تشوف لها عروض بقى، تروح بقى ليبيا، تروح الخليج، تتسوق في الدوري المصري، تروح تلعب بقى في فاركو، في طلائع الجيش، في انبي، في بتروجيت، تروح اي فريق من الفرق دي. يعني النهارده مثلا الاهلي كان في الفتره الاخيره تواصل مع عايز النعمات النهارده ربنا يعافيه ويشفيه يا رب. احتمال كبير قوي يكون عنده صليبي، اتمنى هو ما يكونش عنده صليبي وان هي تكون اصابه طفيفه، بس الاصابه كانت لوحده كده ورجله اليمين طقت
باذن الله باذن الله يرجع من افضل من الاول. طيب بالتالي هتجيب مين؟ انا شايف علي علوان مهاجم بتاع نادي الاردن، اقسم بالله مهاجم. النهارده فكرت على ماتش الاردن يا جماعه والعراق، علي علوان ده فرده تقيله قوي 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 قوي، اقسم بالله بيقف على الكوره وتحركاته يمين وشمال وينزل يستلم وعنده حلول يعمل لك اي حاجه في الكوره، مميز في ضربات الجزاء، مميز جوه الصندوق، تسديداته جميله، البدني بتاعه عالي. لازم يجي النادي الاهلي. لو يزن كان خطتك وهتفشل خلاص، الراجل اتصاب، هات علي علوان، هات علي علوان. علي علوان قوي جدا جدا جدا، لازم تدعيمات. باك الشمال لازم تدعيمات، قلب الدفاع لازم تدعيمات. 2 قلب دفاع لازم يكونوا موجودين، 2 قلب دفاع زي محمد عبد المنعم. بقيت محمد عبد المنعم عوض النادي الاهلي، النادي الاهلي لازم يعوض كده الفريق بحد زي محمد عبد المنعم. 2 ياسر وياسين مرعي دول دكه. احنا شفنا ياسين مرعي في كاس العرب ملط لاعب الكره العاليه مش عارف يتوقع الكره تنزل فين، ملط. اقسم بالله اهانه، اقسم بالله اهانه. ناحيه الشمال بقى لنا 3 سنين ساعه ما علي معلول بدا ان هو يتصاب وعلي معلول ما رجعش فورمه، مش عارفين نلعب باك شمال. مين اللي لعب باك شمال؟ كريم فؤاد، مصطفى العش، محمد شكري، احمد نبيل كوكا، عمر كمال عبد الواحد، اكرم توفيق لما كان في النادي الاهلي. 6 لعيبه لعبوا باك شمال. مفيش حد عرف يلعب باك شمال، مفيش حد عرف يلعب باك شمال. النادي الاهلي محتاج باك شمال بقيمه علي معلول. هجيب بقى باك محترف، هتعرف تختار لنا باك بقى ابن ناس يلعب. ما هو انا عايز النادي الاهلي يبقى متكامل. انا بتكلم بهدوء ليه؟ ان دي كاس الرابطه عادي، الاهلي كانش عايز يشارك فيها اساسا وكان ممكن ما يكملش، بس عشان هيحصل عليه عقوبات وغرامات فقال لك لا نشارك مفيش اي مشكله عادي. فانا مش بتكلم بحرقه ان ده مش الفريق الاساسي والناس دي. انا بقالي 4 سنين بتكلم ان الناس لازم تمشي على النادي الاهلي، لازم الناس تمشي على النادي الاهلي كفايه. انا لو هدي تقييمات النادي الاهلي في التشكيله اللي موجوده دي، مفيش حد ياخد اعلى من 2 من 10 في الماتش، مفيش حد ياخد اعلى من 2 من 10. كده الحكم النهارده محمد معروف الغى هدف صحيح النادي الاهلي، هدف صحيح مليون المية، هدف صحيح مليون المية، هدف ما فيهوش اي ريحه من الاوفسايد. ديانج تحرك ممتاز، الكره وصله ممتاز، ما كانش في الاوفسايد. يعني هو الحكم حسبها جون وبتاع، لو المفروض بتاع الفار قال له اوفسايد المفروض يرجع يتاكد، لان هو رايه كان ضد راي الحكم. لو يعني راي الحكم ضد راي الفار، فلازم يرجع للفار يتاكد يبص عليها بنفسه. الخطوط اللي ظهرت لنا على التلفزيون اقسم بالله ما مبين اي شيء. ده هدف صحيح من وجهه نظري، مش هعاتب عادي، الحكم عادي ونخسر عادي، انا مفيش اي مشكله. بس مفيش كوره النهارده اتعملت في النادي الاهلي بربع جنيه. في لعيبه لازم تتفور في يناير. انت داخل يناير الجاي ده كده، يناير الجاي ده لازم لعيبه تتفور، لازم نقول لهم كل سنه وانتم طيبين، ربنا يكرمكم. احمد رمضان بيكم يرجع على سيراميكا، بيلعب حلو قوي مع سيراميكا. مصطفى العش يرجع زد، شكري يرجع على سيراميكا لو عايز ترجع على سيراميكا. عمر كمال امشي روح العب في الدوري الليبي، حقق اعمل فلوس، انت كبرت اعمل فلوس، كون نفسك، امن مستقبلك، روح الدوري الليبي، روح الدوري السعودي الدرجه الثانيه، روح الدوري الاماراتي، روح العب في الدوري الكويتي، روح اعمل فلوس بس بعيد عن النادي الاهلي. كوكا واحمد رضا امشوا. جردشار ارجع الدوري السلوفاكي. طاهر ارجع المقاولين تاني، ارجع العب في المقاولين. اسماعيل ارجع العب في المقاولين، او روح الدوري الليبي. انت كمان انت 28 سنه، انت كبرت، روح العب، روح الدوري الليبي. يعني خد معاك حسين الشحات وانت رايح. اشرف داري لو ترجع على الوداد ارجع على الوداد، ارجع على الوداد. الاهلي ممكن يبيعه ما يكسبش فيه عادي، مفيش مشكله. بيعه ما تكسبش فيه فلوس، بيعه. الناس اللي عايز ياخده فري انا هبيعه فري، خليه هو ياخد قيمه الصفقه كلها، مش مهم. لكن ما يكونش عندك عبء واحد زي ده اجنبي وحاجز مقعد في النادي الاهلي. لا لا لا، حرفيا ما ينفعش. النهارده اللي احنا شفناه في النهارده ده في الماتش ده، دي مش كوره. كانش فيه اللعيبه دي مش واقفه على رجليها، اللعيبه دي مش عارفه تلعب مع بعضيها، اللعيبه دي مش حافظه بعض ازاي بيلعبوا مع بعض في النادي الاهلي، واللعيبه دي مش عارفه تقف على رجليها، مش عارفه تتمركز صح، مش عارفه توصل للجون، مش عارفه تسجل جون في انبي. النادي الاهلي راح ب9 كور منهم 4 بس على الحارس والباقي كله بره. انبي استحواذه في الماتش كان اعلى من النادي الاهلي، انبي كان مستحوذ في اللقاء ب 53%، النادي الاهلي استحواذه كان 47. يعني انت حتى مش ماسك كوره. حمزه الجمل النهارده طلعت من عندهم لاعب في نادي انبي في الدقيقه 80 وكمل الماتش ب 10 لعيبه وحاله طرد لا تستحق. هو الولد لعب الكوره بس هو نزل رجله داس على رجل حمزه عبد الكريم، فهو لعب الكوره الاول فما كانش يستاهل ان هو يطرد. هو خد انذار تاني بس انا من وجهه نظري ما كانش يستاهل.
كمل اللقاء عادي جدا. يعني من دقيقه 80 لحد اخر اللقاء انت جيت في 83 بعد الطرد، نزلت له عمر سيد معوض بدل ديانج. طلع كوكا يا عم، طلع مدافع، طلع اشرف عمر كمال عبد الواحد، طلع عمر كمال عبد الواحد، زود هجومك. طلع ديانج ليه يعني؟ فاهم يعني تغييره غريبه الصراحه. المهم يعني ده اللي كان تحليل كده في السريع الماتش الاهلي وانبي النهارده. اتمنى ان اللعيبه دي الماتشات الجايه في كاس الرابطه تثبت نفسها اقوى. اتمنى ان احنا نشوف كره تمتع العين. معاكم فرصه تاني لحد كاس الرابطه، انتوا معاكم 7 ماتشات تلعبوهم، لعبتوا ماتش، بقالكم 5 ماتشات. اتمنى بمرض الله ان انتوا تأدوا في الملعب، وان احنا الفيديو الجاي لما نيجي نقيم اللعيبه دي ونشوف الماتش الجاي النادي الاهلي، اتمنى ان اللعيبه دي ان انا اغير رايي فيها واقول ان اللعيبه دي تلعب ما تمشيش. بس انا واثق ان ده مش هيحصل، يعني انا واثق ان ده مش هيحصل. كومنت الفيديو لحد هنا صح، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس.